الراجل اللي انتوا شايفينه في الصورة ده اسمه جيمس فيرون. الراجل ده من جنوب ولاية كارولينا الأمريكية، عمره 59 سنة. كان بيشتغل عامل توصيل في مصنع كوكاكولا، وخسر عمله بعد 17 سنة. لكن بعد ما ساب عمله ما لقاش شغل بديل، وكان عنده إصابات عديدة اتسببت له في انزلاقات في الغضاريف، وعشان كده هو خسر شغله ومش معاه تأمين صحي، وما لقاش علاج ولا حتى عمل مناسب. وأصبح الراجل ده مشرد في الشارع، وكان يدوب بيلاقي أكل عشان يقدر يعيش. لكنه فكر في يوم إنه يسرق بنك. لكن الغريب إنه أرسل رسالة إلى سجن اسمه سجن جاستون، وقال لهم إنه هيقوم بعملية سطو على مصرف، وهيسرق $1 بس. وختم الرسالة وقال فيها إنه عقله سليم لكن جسمه مدمر. وفي 9 يونيو سنة 2011 دخل البنك، وراح عند موظفة الاستقبال وقال لها إنه جاي ينفذ عملية سطو ولازم تديله $1. والغريب إنه قال لها كده وراح قعد على مقاعد الانتظار في البنك لغاية ما جت الشرطة وقبضت عليه. ولما سألوه عن الأسباب اللي خلته يعمل كده، قال لهم إنه مش لاقي أكل ولا مكان للنوم ولا أي حاجة، فلقى إن السجن هو أحسن مكان هيوفر له النوم والطعام، عشان كده نفذ عملية السطو دي. المحكمة حكمت عليه بسنة سجن، لكن الغريب إنه اعترض وطلب إن تكون المدة 3 سنين، لكن المحكمة رفضت. في الوقت ده هو صرح إنه هيسرق تاني بعد انتهاء فترة العقوبة بتاعته. بس لحد هنا أتمنى لو عجبتكم القصة ادعمونا بلايك واشتراك. أشوفكم فيديو جديد.